عبر مطار دمشق الدولي عاد محمد برفقة العميد عبد الرحمن الدباغ معاون رئيس الاستخبارات السورية حاملا جواز سفره السوري، لحظات حملت رسائل ودلالات كبيرة عن سوريا الجديدة. بس بفضل الله تعالى يعني تدخلت الحكومة السورية وبالأخص جهاز الاستخبارات بقيادة العميد عبد الرحمن الدباغ المحترم، ونحل الموضوع يعني الحمد لله. عودة محمد برفقة العميد الدباغ تأكيد أن كل سوري مهم لدولته. نحن كمؤسسات دولة وبتوجيه مباشر من سيادة الرئيس أحمد الشرع نعمل على تأكيد حقوق وحرية أي مواطن سوري سواء داخل سوريا أو خارج سوريا. المطار بوابة أي دولة إلى العالم، وسوريا تسعى ليكون مطارها بوابة عودة السوريين للمشاركة في عملية البناء. لم تعد الإنجازات الدبلوماسية السورية تقتصر فقط على لقاءات كبار قادة العالم، إنما أيضا أصبحت تهتم للشباب السوري أينما كانوا. قصة محمد واحدة من عشرات القصص التي جعلت سوريا دولة يفتخر بها أبناؤها.